السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة طريقة جلاش حلوة جدا هتعجبكم إن شاء الله. تتاكل كده بالليل بقى في الشتاء بتدفي كده وطعمها خطير بصراحة. معايا لفة من الجلاش، ومعايا شوية من الزبدة، حوالي 3 معالق كده كبار من الزبدة مسيحاهم أو سمنة، 3 معالق سكر، 5 معالق نشا، ودول نص مج من الشربات العادي اللي هو شربات الكنافة العادي أو شربات الحلويات عامة يعني. ومعايا كيس من الكريم كراميل. اللي ما عندوش كريم كراميل ما فيش اي مشكلة خالص، ممكن نستخدم الكاستر. لو ما فيش كاستر ممكن نكتفي بالنشا عادي. النشا برضو ومع الفانيليا بتدي طعم حلو جدا. هنحط هنا 3 كوبايات من اللبن، ممكن نحط كوبايتين وكوباية مية، بس انا حطيت 3 كوبايات من اللبن، وحطيت 3 معالق من السكر، و5 معالق من النشا، 5 معالق كبار من النشا. وهحط كده حوالي 4-5 نقط من الفانيليا السايلة، اي فانيليا عادي، لو حتى البودر مفيش مشكله. ده كيس كريم كراميل بيدي طعم حلو جدا. انا حطيت 3 معالق سكر بس، ليه؟ لان الكريم كراميل اصلا بيبقى مسكر، عشان ما تبقاش السكر بتاعها يعني قوي. نحطها بقى على النار ونقلب فيها لحد ما تاخد قوام كده كويس، يعني يقرب لقوام المهلبية كده. هي بتبقى اخف سنة، بس يعني لما بتقعد في النار او تدخل الفرن بتجمد تاني لما هندخلها الفرن يعني. هناخد لفة الجلاش وهي ملفوفة كده، نقطعها زي ما انتم شايفين كده شرايط رفيعة كده، ونحاول نفككهم من بعض كده علشان هي كانت مجمدة شوية. ندهن صينية دهنة كويسة كده بالسمنة، يعني نحط حوالي كده 4 معالق علشان السمنة تبقى كتيرة كده ويتحمر كويس من تحت. ناخد بقى السمنة ونرشرش كده على الجلاش، ونوزعه كويس في الصينية. دلوقتي الكاستر كان هدي شوية عبال ما حطيت الجلاش وقطعته، وهنزله بقى على، انا حتى طبعا جزء بس من الجلاش والجزء التاني لسه ما حطيتهوش. حطيت بقى الكاستر مع النشا، ووزعته كويس على وش الجلاش. ودلوقتي هضيف الجزء التاني من الجلاش، يعني انا حطيت نصه وده النص التاني. طعمها يا جماعة هيفرق معاكم جدا جدا لو جربتوها بالوصفة دي، وكمان ما بتاخدش شربات كتير جدا، علشان الكاستر طبعا المحطوط بيخليها اصلا فيها طراوة كده وفيها نسبة سكر، فما بنحتاجش الشربات كتير خالص. يعني نص المج اللي انتم شايفينه ده مج الشاي العادي. برضو هنرش على وشها كده سمنة سايحة او زبدة، ودخلناها على فرن 180 لحد ما تاخد اللون ده من تحت ومن فوق. حلوة جدا يا جماعة. دول حوالي ربع معلقة بس من اللبن، ربع كوباية قصدي من اللبن، حطيتهم على الشربات اللي كان في المج، وهنقلبه كويس ونسقي بيه الجلاش. شوية اللبن دول بيخلوها تضطر، بيخلوها طرية جدا كده وطعمها حلو قوي قوي يا جماعة، هيعجبكم جربوه. مش هتعملوه غيره، لو جربتوها مش هتعملوا الجلاش غير بالطريقة دي. حلوة جدا وبألف هنا وشفا. ودي كانت وصفتنا النهاردة للجلاش، طريقة جديدة وجميلة، احسن من الجلاش التقليدي كمان، وطرية جدا يا جماعة، هتعجبكم هتعجب ولادكم. عاوزاكم تجربوها. تطلع كده مقرمشة من فوق وطرية من جوه، طعم خطير بصراحة. كان معاكم تيسير عبد النور، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي لسه ما عملش اشتراك في القناة يا جماعة، لو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي.